والآن مع المفاجأة الميني هبة. حاج رعد، انت قلت ب 100 جنيه يا جدعان. انا رحت اشتري زيك ب 100 جنيه عشان انا راجل بلبن، انا وحش ما اللي مش بلبن. رحت اشتري زيك كده ب 100 جنيه. دلوقتي يا استاذ رعد انت كان معاك علبة قد كده ب 100 جنيه، انا رحت ادوني دي، هل دي البواقي اللي اتبقت منك؟ بس هم دفعوني، يعني انا دلوقتي دفعت يا حاج رعد، انا اعمل ايه؟ انت قلت لي ب 100 جنيه انا رحت اشتري. بص يا حاج رعد الطبقات، يعني بص انت كان عندك الكيكه لحد هنا، يعني طبعا علبه مختلفه كانت العلبه اكبر من كده، انت عندك الكيكه كانت لحد هنا بالظبط، والبيستاشيو نفس الطبقه، والوش بتاع الكندر نفس الطبقه، فهو احنا يعني انت كان علبتك كده وكده، انا ادوني العلبه دي، هيرضيك؟ لو انك انت قلت ايه وده اغلى من كريب دبي ب 10 جنيه، كريب دبي ب 90، يبقى ده يا عم الحاج، ده يا عم الحاج، يا عم الحاج، ده يا عم الحاج. بسم الله. المهم بقى بعد كل الهري ده، بعد الميني اللي انا خدتها دي يطلع طعمها حلو. بسم الله. اما شفت لك شويه فيديوهات رايقه، دي بقى ايه؟ كل الطبقات، الكيكه مع البيستاشيو مع الكندر، بسم الله. عفوها بصراحه كويس، يعني البيستاشيو الكيكه كويس، بس اول حاجه ان انا كنت في الكريب ما كنتش لاقي الصوص البيستاشيو خالص، فالمره دي الحمد لله لقيته وطلع طعمه جميل والله. يعني صوص البيستاشيو هنا حتى اللي على الوش ده، التجريش اللي على الوش ده والله طلع طعمه جميل. فهنا نقطة واحد، يعني الإيجابيات. بص، هو إيجابيات إن أنا كنت في كريب دبي، نفسي أدوق صوص البيستاشيو، فهو مجرنشينه من على الوش وموجود من جوه بصراحة موجود.